اللي خلاني أفكر في فكرة كتاب الرشد المالي إني كشخص بشتغل في المجال المالي قعدت فترة طويلة جدا أحصل على نصائح. النصائح دي لكبار المستثمرين وكبار المستشارين الماليين عالميا، لكن النصائح حقيقة ما كانتش بتبقى فعالة معايا. فقعدت أسأل نفسي سؤال: ليه النصائح مش فعالة معايا؟ تفاجأت إن النصائح دي مبنية على مشاكل موجودة في بيئة غير بيئتنا، وإن إحنا محددات الاستثمار وطرق الاستثمار والادخار والإنفاق عندنا مختلفة كتير جدا عن أي بيئة أخرى. وده خلاني أوجد حل لمشكلة بتقابلني نابعة من البيئة اللي أنا عايش فيها. لذلك حاولت إن أنا أطبق ده على نفسي في البداية، ونجحت التجربة، وأنا جاي النهاردة أنقل ليكم ده من خلال كتاب الرشد المالي. لذلك إحنا في الرشد المالي بنتعلم إن الفلوس مش بكثرتها، الفلوس بتحسين طرقك لإدارتها. بدأت كتابي في الرشد المالي بباب عن الثقافة، لأن إحنا كل سلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا نابعة من ثقافتنا. لذلك الثقافة مكون قوي جدا، لا يمكن إن إحنا ندرس علم المال بمعزل عن الثقافة. في كتاب الرشد المالي مش بنوعدك بالثراء المالي، ولا نوعدك إنك أنت هتجذب المال مجرد ما تفكر فيه، لكن نقدر نوعدك من خلال استخدام أساليب بسيطة هتقدر تبني خطة مالية سليمة، وهتقدر تظبط ادخارك واستثمارك على المدى الطويل. اطلب نسختك الآن من كتاب الرشد المالي وابدأ في السيطرة على أموالك.